كانت أبسط أحلامنا لعبة زي دي، نمسكها نتفرج على اللي فيها أو نلعب بحاجة من دول، نشوف أو ننفخ البالونة ونفرح بيها يوم الجمعة. وكانت لمة العيلة هي الأساس. أو اللعبة دي مجرد إن هي بسيطة بس كانت فيها ذكاء، واللعبة دي كلها كانت ذكريات جميلة بتمثل لينا مرحلة الطفولة. كانت مرحلة جميلة كنا بنحبها وما زلنا بنتذكرها بكل خير. ودي الكراسة، حد فاكر الكراسات دي بتاعت زمان؟ الكراسة كان لها معنى، الاسم واسم الطالب، المدرسة ونوع المادة. شايفين كشكول المحاضرات كان شكله عامل ازاي؟ شايفين؟ حد لسه بيتذكر الحاجات دي؟ حد فاكر الكراسة دي؟ جدول الضرب كان من ضمن الحاجات الأساسية اللي لازما تكون حافظها. الكورة دي كانت طموح بالنسبة لنا إن يكون أنت تمتلك كورة، أو الراديو ده كنا متخيلين اللي هو بيقول حاجات. ودي فاكرين الذكريات الجميلة دي؟ النحلة، الكورة دي كان ليها ذكريات معنا كلنا. أو الكاميرا، الراديو اللي كنا مقتنعين إن هو حقيقي بس كان بيغني، والكورة بتاع المية الجميلة، كلها ذكريات. ولعبة الذكاء، وبعد كده هتلاقي البالونة اللي كنا بنحلم بيها الجميلة الحلوة الملونة، والعروسة اللي دايما كنا ساعات بنقعد نجمعها، والعروسة اللي كان ليها برواز داخلي. كلها ذكريات لها معاني، ودي موجودة. يعني في ناس حتى الآن بتفتكر المعاني دي والذكريات الجميلة دي. الجيل ده ممكن يبقى تمانينات لغاية أول الألفينات، ممكن يكون هو اللي حضر الحاجات دي، الحاجات الجميلة، الذكريات الحلوة، الزمارة الجميلة اللي كنا بنلعب بيها رغم إن كانت بتتعبنا، الطيارة اللي كنا بنحلم بيها ومتخيلين إن هي اللي بتسافر، أو العجلة اللي كانت حلاوة النجاح. دي بلالين برضو الملونة، ودي عروسة كنا بنقعد نلعب بيها إن هي طفل صغير. وده المسدس كنا بنلعب بيه زمان عسكر وحرامية، فاكرين؟ ودي زمارة، حد فاكر الزمارة الصغيرة دي؟ كلها ذكريات. والعروسة اللعبة كلها ذكريات. طبلة دي كانت مشهورة قوي زمان، المسدس ده كان يعمل تي 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 كده، ما كانش بيعمل أي حاجة غير كده. ودي التلفزيون والكاميرا زمان. ودي الذكرى الجميلة. ياه عليك ذكريات جميلة، حاجات جميلة كلها. ربنا يجعل أيامنا كلها بالخير والسعادة وذكريات طيبة وجميلة، عشان انتوا جمال وأعز وأغلى متابعين. يومكم جميل وجمعة خير وبركة عليكم. علموا ولادكم كل ذكرى جميلة عملتوها وانتم أطفال. تحياتي.